اسمي طواف داود شطو، عمري 24 سنة، من تل عزير. عمري 14، مواليد 2000، كان عمري 14 لما انخطفت. فاتوا علينا ب3/8/2014، دخلونا وخطفونا كلياتنا، نحن البنات اليزيدية. ايش تتذكر من هذيك الأيام؟ أيام صعبة كلها، مواقف صعبة كلها تعرضت، مو بس أنا وكل بنت يزيدية. وبعد 10 سنين تحررت الحمد لله وبخير تمام. صعبة كتير، كل سنة أصعب من سنة وكل يوم أصعب من يوم. طبعا المخطوف والتعرض لضرب واغتصاب وكل شي شافوا بنات اليزيدية، كل حياة مؤلمة كل هاي 10 سنين. الجرائم ما شفت، بس سمعت إنه انتحروا وشفت ضرب وقتل، أكثر من وحدة اغتصبوهم. أنت ما حاولتي تهربي ضمن هال 10 سنين أو بداية ما اختطفوكي؟ ما كنا نقدر، اللي كانوا فيه يهربوا يمسكون ويجوا يعذبون قدامنا، فنخاف نهرب. أهلي بعد ما أخذونا طلعوا على دوك، بس البنات، أما الكبار وأخواتي الصغار لا، طلعوا على الجبل وطلعوا على دوك. من عيلتي بس أنا أختي الكبيرة. بتعرفي أختك وين هلا تحررت بفضل وحدة حماية المرأة. وهي أنت كمان تحررتي؟ وهي أنا كمان تحررت الحمد لله، وحكيت مع أهلي وتواصلت معهم بعد كل هاي 10 سنين. بفضل وحدة حماية المرأة يفجأ تواصلت مع أهلي وفرحت كتير، وشعور مفرح وجميل إنه بعد 10 سنين أتواصل مع أهلي. والأفرح إنه أختي كمان تحررت بفضل وحدة حماية المرأة، وكمان تواصلت معها وقالت أنا قبلك إجيت لهون وأختي راحتك عندهم، بفضل هاي القوات راح تكونين بأمان وراح تصلين لعندنا بخير وسلام. أنت تتخيلي شو يوم إنك تتحرري؟ لا، بس كان عندي أمل إنه أشوف أهلي، والحمد لله بفضل هذا الحزب شفت أهلي، راح أشوفهم، حكيت معهم راح أشوفهم إن شاء الله. بما إنه كنت محبوسة ومسجونة بدي أنفتح للحياة، أشوف حياتي وأعيش حياتي. كنت أفضل الدراسة على كل شيء، إن شاء الله بكمل دراسة وأكون قوية بعد كل هذا الشيء، وبقدر بحامي حالي وبحامي كل بنات اليزيدية والشعب اليزيدي إن شاء الله. يعني في مفقودات، بوجه رسالة إنه تحاول توصل حالة لهاي القوات وحدة المرأة، تحاول قدر الإمكان إنه توصل حالة لهاي القوات، وإن شاء الله راح تكونوا بخير وبأمان. أكيد إذا رحت لهونيك راح أسمع قصص مؤلمة أكثر، وراح أسمع أهالشنقا شو صار فيهم بعد ما طلعنا. نحن تعذبنا وهن أكيد تعذبوا بعد ما طلعنا نحن كمان. إذا سمعت شيء بجوز بقدر إنه بحاميهم وانضم إن شاء الله. لازم ندافع عن حالنا، لأن قبل الشيء اللي صار معنا لو كان في قوات هيك كان نقدر ندافع عن حالنا ونحامي حالنا، بس ما كان في قوات ولا كان في أحد يحمينا، واللي كان يحمينا هربوا البيشمركة. فلازم إنه نحن نعتمد على حالنا ونحامي حالنا، وإذا اضطر الأمر بشيل السلاح وبحامي حالي. بقدم شكر وتقدير لوحدة حماية المرأة يفجأ إنه حرروا أختي وحرروني أنا كمان، وحرروا كثير من بنات اليزيدية، وهي عزيزة معي كمان حرروها. شكر وتقدير خاص لهاي القوات، وما بنسى هذا الفضل طول حياتي.